السلام عليكم يا ابا. وعليكم السلام يا ولدي. يا ابا قالوا ضروري الجمعية علشان يقبلوا الوظيفة. ليش يا ولدي؟ اشبه؟ يا ابا اصحابي بيدخلون عند المدير ويقول لهم ان الاوراق ناقصات، بس كان ضروري نصير انا ويقنع عين ايش بيقول المدير. ليش يا ولدي؟ ساعات كل الشاهد معك، لكن شايجي معك وعلى الله انا دارس علاجي. يلا هي مشينا توكلنا على الله، لكن خلنا نلبس لي الكوت. اهلا يا صاحبي انا اسير. حصير اقدم علشان اتوظف في الشركة. هيا ارجع المدعي يقول الاوراق ناقصة. هاي ايش تقول؟ امانة. اي نعم والله ما اقول لك هذا الخبر. كان اسير بجيبي. ارجع. مدير وهذا وفينا الاوراق. ايوه امور طيبه هلا تمام. ثابت امورك طيبه. ذكر ولدك باشر عقد هذه الارضيه ملكي، وهذه الارضيه قديمه، وهذه الارضيه والكل ملكي. باقي معي الزيوه الرابعه هذه ضروري يدي الارضيه مهما كلفتك. السلام عليكم. حبامة. وعليكم السلام. مجدي ايش تفعل انا؟ باين اشتغل انا. امانة عادك توظفت ولا ماشي؟ لا ما توظفت ولا شيء. ليش؟ كل ما اصير اقدم وظيفه يقولوا اوراقك ناقصه، وانت عادك توظفتها. ايوه توظفت. وانت كيف توظفتها؟ ما بالله بيباع الارضية وصار الدال مدير الزلط وتوظفت. انا ما ببيع ارضيه ولا ما عاد ابيع ارضيه تبي. كان زابر اشتغلتها انا الله يفتح عليك. الله كريم. كان جزع لي الدلي حبامة على طول. الله كريم يا صاحبي. اي خدمات. سلامتك الله يفتح عليك. أصبحنا وأصبح الملك لله. يابا اشتري مصروف للمدرسة. صف كم أنت يا ولدي؟ صف تاسع. عادك تخسرني يا ولدي. يابا الشي أدرس وتوظف نفس أخي زكريا. أيوة يا ولدي أخوك أتعبني وبعت أرضي علشان أوظفه، لكن أنت داري يا ولدي تامر. أي شي يابا؟ تعال نوظفك ساعة ما وظفنا أخوك زكريا. كيف عتوظفني وأنا صف تاسع يابا؟ ما عليك هذا الشيء علي وأنا داري كيف أوظفك. هيك إن شاء الله يا ولدي نحن نلقى المدير في المكتب حقك إن شاء الله. السلام عليكم يا عم عمر، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي مجدي. ما شاء الله يا عم عمر قد ولدك فهم الرجال. الله يصلحه ويهدي إن شاء الله. هيا نسار يا عم عمر. ما بالله سايرين عند خالك علشان ايش يوظف لنا الولد. انه يوظف لك ذا ولد ثامر؟ ايوه قد هو رجال ما بده بسرش. لكن عاد يصغر على وظيفه. لا اوظفه عند خالك وانا دارش علاج خالك. سابر الله يفتح عليك يا عم عمر. اي خدمت لك؟ سلامتك يا ولدي الله معك. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو زكريا حياك الله. الله يتفضل عليك يا ابني. ما بلا معي الوليد الله يسلمك. الشوف على طول قد خلص ولدك الجامعه او ماشي؟ لا يا ابني عاد الوليد صف تاسع. تمام خليه يكمل دراسات الجامعه ويجي نوظفه اهلا وسهلا جنب اخو زكريا ولا تقلق. يا مدير ليش عاد تتعبني 10 سنوات اصرف عليك انت احق بها. ها سابر
جهز امورك وتعال، وكما قد امورك جاهزه ما يهمك الا مع البيت. اللهم المستعان. شيخ على طول ابيع الارضيه جنب الارضيه الاولى واجي اوظف الولد. انت حقي بها يا مدير. خلاص سافر، الله معك، متواصلين ان شاء الله. يلا خاطرك، مع السلامه. هيا ولد. تفضل. السلام عليكم يا مدير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جهزت امورك يا ابو زكريا؟ هذه جاهزه، الزلط كامل. اكيد جاهز ونص، وبعت احسن ارضيه. لا، بشارة خير منكم يا ابو زكريا. لا دقاق ولا شيء، ولا تخوض في بالك هم. سافر، وش تشتري موظف الجاهزيه؟ ما بلا عدل ولا صفحة. وانت شوف وظيفة احسن وظيفة عندك. تمام، انت بشير احلى وظيفه، اهم شيء ان ولدك ذيه يلتزم لي بالدوام. ما هذا اكيد ملتزم ونص. اتفقنا على بركه الله. ولدك يبكر من النوم السبت الصباح يباشر عمله التي احنا نكلفه ان شاء الله. صادق من الساعة 6:30 ويكون عندك ان شاء الله. بالحين يا ولدي واخيرا وظفتك. ايش عادك تشتكي؟ حفظك الله يا أبا. الشك يا ولدي قع رجال وضد المعاش كله لا يدي، وعادي ايش مربوطه بربل، لا تنقص ولا ريال. وانا ايش اصرف عليك انا؟ حاضر يا أبا، عيوني ولا يهمك. سير الله يفتح عليك. قم. ايوه صلينا على رسول الله يا عيالي. اللهم صل وسلم عليه. عندي لكم خبر قوة القوة. ايش هذا الخبر؟ الله يسمعنا خير يا أبا، أخبارك كلها حلوة. الا خير يا عيالي. تذكروا حين بعت الاراضي حقي المكتب المدير كلهن البصاير مزورة. لو درى يا ابن المدير ايش عاد تقول له؟ حتى لو دري يا ولدي انا دايش علاجي عندي ماشي وعازمي على اي حاجة. الله يا ابا، ايش هذا علاجه؟ او انت ما تقلب فيديو؟ يخاف يا ولدي ان احنا نوريهم مكافحة الفساد حقها الفيديوهات ويحبسوا ويصادروا اموال. ولو شاف الفيديو يا أبا اللي بتحكى عليه زكريا أخي. يلا يا عيالي كل من يشوف عمله الله يحفظه. حاضر يا ابا. ولا يهمك يا أبا علي. شفت يا زكريا أخي كيف في خطير؟ امانه النبي خطر قوي، حنباع الارضيه للمدير المزوره حين مرتشي. هي نقطة يصير بعد عملنا الله يصيح حد. توكلنا على الله. إنه وزد علي يا عمار وباع لي بصاير مزورة، يعني الأرض هذه إذا اشتريتها أنا ماشي صحيحة وصرت أبيعها وقالوا إن ماشي صحيحة ولا هي معتمدة، يعني نصب علي يا عمار ما قد حد نصب علي في حياتي كلها. الله منك يا عمار، لكن أنا أروي يا عمار كيف العمل. الو عمار، السلام عليكم. شفت تحضر له عندي للمكتبة اليوم ضروري، انا بحاجتك. يلا ثابت نلتقي في المكتبة، انا منتظر لا تنسى. استعجل. السلام عليكم يا مدير. خير ان شاء الله. لا سلام ولا كلام. اول شيء اشرح لي كيف بعت الارض من بصاير مزورة لمدير مكتبي سليمان. فعلا بصاير مزورة اشبه. لا ماشي، عادة بتفتخر انك مزور بعت من بصاير مزورة. ساعك يا مدير انك تفتخر بنفسك. انت ولا تفتخر، هذا عملي افتخر فيه هنا. الان انا اشتري بصاير صحيحة. البصائر الصحيحة في مكافحة الفساد. سير هم يقولوا لك وين. الله وش النهاية؟ انه عاد مبهرر وعاد يهدد بمكافحة الفساد وعاد يشارعني ومفيلها بشريعة وقانون. انا ماشي والله ما صبرت، انا اروي كيف العمل واثبت للناس كلهم جديتي واثبت ان ذي نصاب. اقوم اتصل سليمان الان يوظف الموظفين كلهم اللي يقدمون عنده وظائف. الو سليمان،
وين انت؟ عشان تحضر عندي ذلك. كيف مشغول؟ انا اشتكي في موضوع مهم. ما ينفعش خاطرك في التلفون. ثابت اسمعني. هذا قلبي الموظفين الذي احنا اخذنا منهم زرع على اسم الموظفون. صرنا كلهم وظائف جاهزة، الموظفون كلهم دقة واحدة. لا ما شو عن بس منهم ريال. ايش عارف مني؟ والله عن بس منهم ريال، الموظفون كلهم أي واحد يقدم له عندك اشتي وظيفة دخل ملف له عندي ونوظفها على طول. ماشي. مع انه كنت شعور بالابتزاز والله